كان الله ولم يكن شيئا قبله. من أكثر الأسئلة اللي تدور في مخ الملحدين وحتى المؤمنين أحيانا: أين كان الله قبل خلق الأرض؟ في الحقيقة الإجابة على هذا السؤال بسيطة جدا. السؤال يقول أين كان الله؟ إذن السؤال نفسه فيه خطأ، لأن أين تفيد المكان، والله هو خالق المكان وخالق الزمان. إذن الزمان والمكان هي مخلوقات من مخلوقات الله، والمخلوق لا يحتوي الخالق. فكرة أن الله أزلي وسرمدي، أي لا بداية له ولا نهاية له، سؤال آخر يدور في فكر الملحدين. وهذا السؤال تاني إجابته بسيطة جدا، لأنه وش يخلينا احنا كبشر عندنا بداية وعندنا نهاية؟ في الحقيقة هو الزمان هو اللي يخلينا عندنا بداية وعندنا نهاية. والإجابة عن هذا السؤال هي نفس الإجابة عن السؤال الأول، وهو أن الله هو خالق الزمان والمكان لا يؤثران على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقهما. ورب سبحانه أعطانا مثال في هذه الدنيا، أو أعطانا أمثلة في هذه الدنيا حتى يسهل علينا فهم أمور أخروية، أو أمور راح تحصل في الآخرة. مثلا فكرة الزمان، عندنا الزمان في الأحلام ليس هو نفسه، أو في النوم ليس هو نفسه الزمان وإحنا في الواقع. كذلك فكرة الأزلية والسرمدية، عجب الذنب هو العضو الوحيد اللي لا يفنى، منه خلقنا ومنه سوف نبعث يوم القيامة.